مش كل اللي مسك سلاح كان بيحارب. في واحد اختار يحارب عشان الحق، حتى لو التمن كان حياته. اسمع قصة للنهاية واعرف ايه الحكاية. ايه ازيكم؟ كان القديس اوساغينيوس جندي في الجيش الروماني. عاش في زمن صعب جدا على المسيحيين، في خصوصا في اوائل القرن الرابع الميلادي. وفي الوقت ده كان الامبراطور ديكليديانوس بيضطهد المسيحيين بشدة، واي حد بيعلن ايمانه بالمسيح كان بيواجه تعذيب او الموت. واوساغينيوس ما كانش مجرد جندي بيطيع اوامر، لكن كان قلبه متعلق بالمسيح وإيمانه باين في كل تصرفاته. ولما صدر الأمر إن الجنود يقدموا ذبايح للأوثان، وقف أوساغينيوس قدام الاختيار الصعب: يا إما ينكر إيمانه يا إما يثبت لآخر نفس. ومن غير خوف أعلن إيمانه بالمسيح، ورفض يسجد إلا لله الواحد. واتقبض عليه واتعرض لتعذيب شديد، لكن ما رجعش في كلامه، وكان ثابت وقلبه مليان سلام. وفي سنة 304 ميلادية نال القديس أوساغينيوس إكليل الشهادة، وسجل اسمه وسط الشهداء الإيمان في عصر الكنيسة اللي اتسمى بعصر الشهداء. فالقديس أوساغينيوس علمنا إن الجندية الحقيقية مش في السلاح، لكن في الثبات على الإيمان. لو عجبتك القصة ودخلت قلبك، اعمل لايك ومتابعة وكومنت. اكتب شفاعتك يا قديس أوساغينيوس، ومتنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفاد وياخد بركة. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا.